اخطر ساحر في ليبيا لسه قابضين عليه من كام يوم هو واخوه، ولقيوا معاهم كمية سحر وطلاسم مرعبة، واعترفوا بحاجات عملوها في ناس ابرياء عقلك ما يتخيلهاش. ولك ان تتخيل ان واحد منهم بعد القبض عليهم والاعترافات اللي قالوها اختفى. لا اختفى بجد. هذا الطلسم هذا انت عقد لسان ومحبه وطاعه، طاعه عمياء لأهل البيت بالكامل. أهل البيت بالكامل. من كام يوم في منطقة بني غازي في ليبيا قسم مكافحة السحر راح لبيت معين وخبط عليه وقالوا لهم احنا جايين نقبض على الساحر اللي موجود في البيت معاكم. الناس اتصدمت، دي ناس في حالها ولا ليها في السحر ولا ليها في اي حاجة، ويتفاجئوا بان الشرطة تقول لهم الساحر مش منكم انتوا، الساحر مش من العيلة، ده عايش معاكم جوه البيت وانتوا مش شايفينه اصلا. الكلام كان غريب ومش مفهوم، ولكن العيلة اتصدمت لما الشرطة دخلت بالفعل وطلعوا براجل وهم قابضين عليه وبيقولوا لهم الساحر اهو. القصة بتبدأ مع واحد اسمه أحمد مسعود أحمد، ده ساحر خطير جدا ومدوخ الشرطة، بيدوروا عليه بقالهم فترة، وبعد معاناة قدروا ان هم يقبضوا عليه ولقيوا معاه كمية سحر وطلاسم وأوراق وكتب وحاجات بكميات مهولة. حلو قوي؟ لا مش حلو. الشرطة كانت عاوزة أخوه لأن هو أخطر منه بمراحل. أخوه اسمه إبراهيم مسعود، والشرطة بقالها 9 شهور عاوزة توصل له ومش عارفة، وحرفيا بعد ما كانوا خلاص هيقبضوا عليه يختفي بكل سهولة وما يقدروش يوصلوا له. ولكن في عز ما كانت الشرطة بتحقق مع أحمد أخوه اعترف بحاجات تودي في داهية، تودي الحبل المشنقة. أحمد اعترف إن هو عمل سحر لولاد خالته عيلة اللواطي، وأول واحد فيهم اللي هو اسمه خالد عمل له سحر بالفشل الكلوي. ولك أن تتخيل إن بالفعل الراجل جاله فشل كلوي، كان بيتعالج منه وعمل زراعة كمان، وأخوه اتبرع له بكلية. ولك أن تتخيل إن هو عمل له برضه عمل تاني وخلى الكلية دي تفشل. إنما إخوات خالد بقى في منهم اللي مات في حادثة واللي مات منتحر، والأخيرة منهم البنت خلاص يعتبر في النهايات بتودع هي كمان. والحمد لله مشان اموري كويسه وتمام الحمد لله، وصار لي تو اخر فشل من جديد. العيلة اللي بعدها اسمها عيلة البرغوثي، ودول برضو تقريبا ليهم صلة قرابة بيه، ولكن كان في حقد من ناحيته رهيب علشان كان معاهم عربيات ومزارع وناس مبسوطة، فبكل بساطة عمل لهم سحر بالفقر وفضل وراهم لحد ما شربهم السحر. واختهم كمان عمل لها سحر بالمحبة والطاعة، وقدم لهم العصير اللي فيه السحر بكل حب. عائلة عبد السلام مسعود البرغثي سحرت طبعا ولدها أحمد، وسحرته طبعا بالنسبة له هو درت له سحر بوار تجارة وفقر. واتكلم كمان عن واحدة تانية من عيلة تانية، عيلة اسمها الشطشاط، فيهم بنت كانت جاياله وكانت بتشتكي له ان في سحر معمول لها وكأن في جن عاشق معاها. طيب هي راحت له ليه او بتقول له ليه؟ ما انا نسيت اقول لك، ما هو عمنا احمد كان مفهم الناس ان هو روحاني وبيعالج بالقرآن وان هو حد بتاع ربنا. فبكل بساطة يعمل ايه بقى؟ يشيل الخادم اللي كان على البنت ويحط خادم من معاه هو اقوى من اللي كان عليها، والبنت ما قدرتش تستحمله. كان ناوي ان هو كل فترة يخفف عنها شوية ويزود عليها شوية علشان ترجع له، ولكن البنت ما استحملتش الضغط وماتت. عندها مس عاشقية، فبدلنا المس اللي عندها هذا بمس واحد آخر، يعني بدلته بجان بجان آخر وصار عليها، صار الضغط عليها فتوفت يعني. ده مش كده وبس، ده باقي أفراد العيلة بتاع البنت دي عمل لهم برضو أعمال. العيلة اللي دخلوه بيتهم ووثقوا فيه وأمنوا له على أساس إن هو حد طيب وكويس، ولكن ما يعرفوش إن هو كان بيخليهم محتاجين له علشان يبقى دايما يروح وياخد منهم فلوس. لك أن تتخيل إن هو كان عامل طلاسم وسحر على باب بيت العيلة دي ومفهمهم إن هو كده بيعمل حاجة يطرد بها الجن، ولكن ما يعرفوش إن هو
بيجلب الجن اصلا. ومع الوقت العيله بدات تتفكك وطلقوا في بعض وعملوا مشاكل في قرايبهم وسابوا البيت ومشوا. المشكله ان اثار السحر كانت مرعبه، يعني عنكبوت وبيبيه كان مال الاماكن بطريقه مرعبه. الشخص اللي بعد كل دول جاله برضه على امل ان هو يساعده، ما هو رجل روحاني وبيعالج بالقران، ولكن انت تخيل ان جاله عشان مراته وبنته تعبانين شويه. تخيل ان هو يعمل لهم سحر بالاثاره والطاعه، وراح حط لهم خادم ضعيف من اللي معاه وشال الخادم القوي اللي كان معمول السحر بيه عليهم، بحيث ان هو يخفف عليهم شويه اللي كانوا بيحسوا بيه في الخير يعني. وبالفعل الموضوع هدي شويه والمفروض ان هم يروحوا له تاني، فقال لهم احنا لازم نعمل 5 جلسات تانيين وفي حجابات هنحطهم في البيت. الاب اول ما سمع ان في حجاب او حاجه زي كده حس ان ممكن يكون الراجل ده مش مظبوط، وقرر ان هو يبعد هو واهل بيته، ولكن بعد ما كانوا اتضروا ضرر شديد. انما العيله اللي بعدهم كانوا يعرفوا احمد معرفه شخصيه وساكنين قريب منه، اكيد يعني عم حبيب دول مش هيضرهم. يا دوبك جوله من هنا